إذا تحبون تطولون شعركم بسرعة أو تعانون من التساقط بكثرة، لازم تشوفون هذا الفيديو. زيت الروزماري وزيت النعناع، هاي الخلطة تزيد من تدفق الدم لفروة الرأس، تحفز على نمو الشعر وتقلل من التساقط. ما أستخدم هاي الزيوت بشكل عشوائي، أستخدمها بطريقة بحيث آخذ منها أكثر منفعة ممكنة. حتى نحصل منها أكثر منفعة ممكنة حضيفها للخلطة اللي سويناها الأسبوع اللي فات، اللي هي خلطة الكافيين. اللي ما شايف شلون حضرنا مادة الكافيين، روحوا للصفحة وحتلقون الوصفة أو الفيديو. فهسه حضيف قطرات من زيت النعناع المادة الكافيين، حضيف قطرات من زيت إكليل الجبل المادة الكافيين. إذا تروحون تسوون بحث عن مادة إكليل الجبل أو مادة النعناع، حتلقون إنه هذول المواد تأثيرهم كل واحد وحدة طبعًا، تأثيرهم مثل مادة المينوكسيديل التساقط الشعر، تأثيرهم يعني بالضبط مثل تأثير مادة المينوكسيديل التساقط الشعر بدون أي تأثيرات جانبية. يعني مادة المينوكسيديل أحيانًا تسبب تحسسات لبشرة الشعر، بينما هاي الزيوت الطبيعية ما تسبب أي تحسسات. طبعًا أكيد أكو دائمًا 1% من الناس اللي يكون عندهم حساسية من زيوت معينة، فلازم دائمًا قبل ما نستخدم أي شي جديد، يعني إذا ما جنتوا مستخدمين هذا الزيت، اخذوا قطرة وحدة خلوها هيجي مثلًا على طرف إيدكم لمدة 24 ساعة، وشوفوا إذا بشرتكم تتحسس من عنده، وإذا ما صارت أي تحسسات بعدين استخدموه على بشرتكم. فأني بهاي الوصفة عندي مادة الكافيين اللي هي تقوي جذور الشعر وتمنع التساقط، وزيت النعناع وزيت إكليل الجبل اللي يزيدون تدفق الدم لجذور الشعر ويزيدون أو يحفزون تطويل الشعر. هسه بعد ما وزعته على كل فروة الرأس حنتظر بين ساعة إلى ساعتين، وبعدها أغسله بالشامبو.